وعندك واحد قدام اسمه كهربا، الله ياخده يا شيخ، الله ياخده. عندك واحد اسمه كهربا عمال يضيع لك بس. يعني السبب الاول والاوحد هو حاجه واحده بس او حاجتين، يعني ان انت عندك واحد اسمه كهربا. الراجل ده ازاي هجام النادي الاهلي؟ انا مش متخيل ده رقم 9 ازاي بتاع النادي الاهلي، ده اللي في البوكس يعني، ده اللي هيخلص لك الماتشات بتاعتك. السلام عليكم ورحمه الله، معاكم زيكا. وفي مقوله كده بتقول لك البيت اللي مفيهوش صايع حقه ضايع. يعني دوت بالظبط اللي حصل معاك، انت الماتش اتاخد عليك صياعه. يعني انت عندك واحد زي مارسيلو، يعني هي بص الفرقه دي اصلا مش عارفه تكسبك، عمال تحارب يمين وشمال معاك وبرده مش جايه معاك سكه، بتلعب بص عرضيات على كورنرات، على بتلعب عليك كره تقسيمه مش جايه معاك. انت راجل حلو واقف على رجلك، حلو، هتكسبك ازاي؟ قالك بص بقى انا هصيع عليك. انت عندك واحد زي مارسيلو، راجل راح في اوروبا في ريال مدريد بقى له 12 13 سنه يعني، وفوق بقى الراحه بتاعت اوروبا الراجل قارح في البرازيل. يعني دي قمه القراحه، فجاه قمه القراحه الكرويه. فجاه يا باشا الراجل قال لك طب تمام، بص يا جدعان بقى انا هخلص لكم الماتش. الراجل ايه دخل في ال 18 يعني، لبس بيرسي تاو كوبري، بيرسي تاو دخل على الكوره. بص اللعمه يقول لك ان دي مش ضربه جزاء، بس لبسها لك بحرفيه قوي. انت موهوب، يلا ده انت حريف في تلبيس، اتاخدت عليك ضربه الجزاء وجي فيك هدف ملوش اي 30 لازمه. يعني انت بقى مش بتصيع ليه؟ يعني ما تصيع، لازم يبقى عندك حبه صياعه. يعني روح مثل في ضربه الجزاء وهات لك بيلينتي زي ما هم عملوا فيك، ما هم عملوا فيك كده. انت بقى عمال، يعني انت مش بتصيع بس، لا ده انت مش بتصيع وعندك واحد قدام اسمه كهربا، الله ياخده يا شيخ، الله ياخده. عندك واحد اسمه كهربا عمال يضيع لك بس. يعني السبب الاول والاوحد هو حاجه واحده بس او حاجتين، يعني ان انت عندك واحد اسمه كهربا. الراجل ده ازاي هجام النادي الاهلي؟ انا مش متخيل ده رقم 9 ازاي بتاع النادي الاهلي، ده اللي في البوكس يعني، ده اللي هيخلص لك الماتشات بتاعتك ازاي؟ يعني وبص البديل بتاعه، يعني انا مش عايز، ده مش بديل اصلا، ده المفروض يقعد في يعني مصحه، يعني حاجه كده للناس الكبيره، حاجه كده للناس العواجيز اللي هو مشطبين كوره. يعني ده ما كانش بيلعب كوره ده يا جدعان، ده يعني مش ماشي، مش عايزين بس ايه نروح لحته تانية. انت عندك الكهرباء دوت اكيد ما ينفعش في البوكس، اكيد ده مش هجام خالص، ما بالك بيلعب في هجام النادي الاهلي في كاس العالم. يعني انتوا بتهزروا يا اخوانا، والله العظيم حرام، والله اقسم بالله العظيم حرام. هو كان اصلا مكانه على الجناح على الخط، هو حتى ما ينفع يعني روح حنكش هناك. يعني انا بقول لك اهو روح حنكش هناك وفي الدوري مش في الماتشات الكبيره، عشان انت مش بتاع كوره. انت يا عم كهربا اقسم بالله العظيم ولا حتى تنفع في حنكش على الخط. خطوه بسيطه كده قبل الهدف بس، يعني انت ليه بترجع؟ ليه النادي الاهلي في بدايه الشوط الثاني بيلعب دفاع؟ ما انت كنت بتلعب حلو الشوط الاول، ما تكمل، كمل، مش هي ماشيه معاك كده؟ كمل على كده، ليه بقى ترجع وتدافع؟ ما هو الدفاع دوت اللي لبس لك ضربه جزاء وخلاهم يسعوا عليك. انت بعد ما فيك جون وضربه جزاء جاي تفتكر انا كنت بلعب الشوط الاول ازاي وجاي تلعب حلو تاني؟ طب مع ايه يا عم؟ تعبت بقى، اتعب موت. ما انت الماتش دوت مش بيحصل غير مره في السنه، وممكن كمان ما يحصلش. يعني انت لو ما اخدتش افريقيا ودخلت بقى الدور الاول في كاس العالم ودخلت الدور الثاني في كاس العالم مش هتلعب الماتش ده، فانت ما عندكش غير الماتش دوت بيجي لك مره كل سنه. موت فيه يا باشا، انا تعبت، انا هاجي على نفسي، انا هموت في الملعب. مجملا كده حاجه واحده بس المفروض النادي الاهلي ياخد باله منها، ان هو ما عندوش هجام، ما عندوش رقم 9، وعايز رقم 9 ويبقى فيه سنه راحه، فيه سنه صياعه. يعني عشان المنظر اللي حصل النهارده دوت والله العظيم ما يرضيش اي حد. يعني انت الفرق، انت عمال تبص في قانون في كره القدم، اللي بيضيع بيستقبل. انت ضيعت كهربا لوحده، كهربا لوحده مضيع 5 كور، الميت تجيب جونين وتقفل عليهم الماتش. يعني انت بقى عمال تضيع في كوره في الثانيه في الثالثه، ده انت من كتر الخرا انت ما بقتش تضيع كور قدام المرمى، ده انت بقيت تضيع كور في المجمل. يعني كهربا فجاه استلم الكوره في نص الملعب بيبصيها للفرقه. يعني انت بجد يعني ولا ايه؟ مش انت بتعمل ايه؟ يعني انت ما تلعبش كوره تاني في النادي الاهلي، انت اخرك تلعب بديل في الدوري، ده اخرك. النادي الاهلي فرقه كبيره لازم لها هجام. المنظر اللي حصل النهارده دوت يحزن ويزعل، دي خلاصه الكلام. هي طبعا هارد لك للنادي الاهلي ولازم بقى يلعب على البرونزيه، يعني انت المفروض تبقى متعود عليها. يعني الواحد كان يتمنى الافضل طبعا وان هو يخش النهائي، ولو خسر النهائي مفيش اي مشكله تخسر النهائي، لكن دلوقتي انت خسرت فانت هتلعب على الثالث. يعني هارد لك وان شاء الله يحقق البرونزيه. وبس كده، واخيرا وليس اخيرا كان معكم زيكا. لو انت لسه مش عامل لي فولو اعمل لي فولو وقول لي ايه رايك في الكومنتات واعمل شير. انت مش عامل لي سبسكرايب على اليوتيوب اعمل لي سبسكرايب، و سلام.